السلام عليكم، وأول فيديو في سلسلة السناكات الصحية. أول حلقة هنبدأ بيها هنقارن ما بين بروتين بار أبو عوف وبروتين بار ASN أو أدفانسد. طبعا في أكتر من شركة اتحللت وطلعت أرقامها مش مظبوطة، فإحنا هنحاول في السلسلة دي نجيب الحاجات اللي شوية متأكدين منها. في الحلقة دي هنقارن ما بين السعر، الطعم، نسبة البروتين، وإجمالي السعرات الحرارية. وطبعا عشان شهادتي مجروحة في البروتين بار أو في الأكلات الصحية، فأنا هجيب معايا حد ما دقش البروتين بار ده قبل كده عشان يحكم بطريقة صح. حوسو المفروض تضيف ولا ضيف. عبد الصمد قومنا ثاني. لا شكله ثاني. اي حاجه كراميلا متذوقانيش. ده كله فيلم كراميل. كراميلا دي ولا الكريز ده بجد ممكن ده ماشي. ده ماشي ده شوكولاته صح؟ وظيفه فيه. ابو افضل مش بن لسه. أبغى فاهم فيه منه بن. لا بن جه هو اصلا كان بتاع بن الاول. أيوة صح. نزل الحاجات دي. يلا نكمل. هي بقى هتعمل ايه؟ قول انت. بص، بخصوص السعر، فده سعر 31 جنيه للوحدة، ودول سعرهم 41 جنيه. فأبو عوف أغلى من أدفانسد بتقريبا 10 جنيه. هنبدأ بأدفانسد الأول نخلصهم، بعد كده نخش على أبو عوف. حابب تبدأ بطعم إيه؟ أول واحدة عندنا بطعم الشوكولاتة. البار ده 70 جرام، الوزن بتاعه السعرات بتاعته 275 سعرة، ونسبة البروتين بتاعته 20 جرام بروتين، وفيه 34 جرام كارب. هندوق. بسم الله. اتفضل كده. صفه حلوه. المنظر بتاعها صعب. ايه يا عم كل لا مش هاكل منها ثاني لا. مش حلوه. هي تقيله في البق وصعب انت يعني تاكلها. وعلى الاغلب بار واحد من ده هيكتم معاك جامد، بس الفكره ان سعراتها عاليه شويه. ما يجربش كل ما عشان نجرب الكل. هنجرب كل حاجه. يا عم ماليش فيه. ماشي. تمام. طب قول لي رايك، حسام صح؟ ايه؟ قول لي رايك إيه؟ خلص. لا يعني دي حلوه، عجبتك ولا لا؟ لا كويس بس ثقيله. تمام. طيب فكرتك مثلا بطعم ايه، اي حاجه من الحاجات دي؟ اكلت قبل كده حاجه زي كده؟ لا. مش حلوه صح؟ عادي، مش حلوه خالص. لا. طبعا الطعم معانا هيكون بالقرفة. احسن شويه. والله عجبتك؟ خفيفه على الثانيه. هي خفيفة صح؟ ولكن أنا مش طعم القرفة فيها عالي شوية، فأنا مش بحب الطعم بتاع القرفة بصراحة. بس هي عموما كويسه. والله؟ الناس اللي بتحب القرفه جميله. ما تكمل أحسن. لا. لو مش عاجبك قول يا اسطى. لا كويسه لا حلوه والله. والله؟ والله يا جماعه. طب يا عم. تاني واحد بشكل عام كان أخف من الأولاني، فأنت لو بتحب القرفة دوس. طيب تالت طعم معانا إيه ده؟ بالبينا كولادا. البينا كولادا ده المفروض ان هو اناناس وجوز هند ميكس. السعرات نسيتها والله. برضه نفس الكلام، فيه 20 جرام بروتين و34 جرام كارب. تعجبك؟ طعمها صعب. بايظه. لا مش بايظه، مش بايظه. طعمها لاسع شويه. كأنك لا ساعة. يا الله. لا، اي حد بيحب البينا كولادا ما يجيبهاش. مش حلو والله. دي جوز هند بس ايه بالعسل، فالمفروض تكون مسكره شويه. هات ميه عشان نكسر. ما اظنش حد هيجيبها دي. طعم ذات نفسه. انا اول مره دقتها كانت حلوه الصراحه. ودني يا سيدي.
بحب الطعم ده اصلا بصراحه. لا جميل. والله حلو. لا حلو. بتفكرك بحاجه؟ هي حلوه بقى ايه؟ ما فيهاش اي حاجه مختلف. امم الطعم يعني. يعني انت اكلتها قبل كده في حته تاني اكلتها. وحاسس ان طعمها لا جميل. يعني قريب من اه ما فيش زي التانية خالص يعني. فعلا التانية الطعم بتاعها لاسع خالص. برضه نفس السعرات تقريبا، هي 270، التانيين كانوا 275، ف 5 كالوري مش هتعمل لك حاجه. اخر طعم معانا من شركه ادفانسد، وده الطعم المفضل ليا، بالبينات باتر او بزبده فول سوداني. فكره جامده هتعجبك ان شاء الله. شوف. يس. هي تقيله بس طعم الفول السوداني طاغي فيها. كتير فلو فعلا. فلو بتحب طعم زبده الفول السوداني او طعم الفول السوداني بشكل عام، دوس فيها. عارف عامله زي طعم السنيكرز، بس طبعا مع الاختلاف ان السنيكرز اخف بكتير. فدي طبعا عشان بروتين بار، فالبروتين بار بيبقى تقيل شويه. هنبدا في الاطعم بتاعت ابو عوف. هننضف الترابيزه الاول ونكمل. انا اللي هختار تمام اختار. بروتين بار براونيز. يعني بص يعني هتلاقي الشكل مختلف قريب. لا مختلف. الشكل يفتح النفس، الطعم ما نعرفش. تصدق يا هب؟ عارف؟ اه هي فيها ريحه البراونيز مش طعم البراونيز. بس احسن. حلوه صح؟ خفيفه. الخامة امم الايه؟ الخامات بتاعتها يعني غير الثانية خالص. ولا طيب دي فيها 22 جرام بروتين، اعلى من ادفانسد ب 2 جرام بروتين. فيها 250 كالوري، يعني اقل من الثانيه ب 25 كالوري تقريبا. اجمالي الكربوهيدرات 26 جرام كارب. خش على اللي بعده يا ابراهيم، اختار انت. يلا يا باشا. بطعم اللوز 250 كالوري برضه، و22 جرام بروتين نفس الكلام، والكارب 25. الفات برضه 7، يعني نفس الفات اللي هنا، بس هي اقل في الكارب واعلى في البروتين شويه. بالنسبه لسعراتها لما تيجي تقارنها بالسعرات السناكات العاديه هتلاقيها قريبه، مش هتلاقي فيها ميزه زياده، ولكن هنا نسبه البروتين بس اعلى مش اكتر. وهناك برضه هتلاقي ممكن الفات اعلى، ممكن تلاقيه بيوصل ل 12 او 14، وهنا 7. خد يا باشا. فيها حته لوز. لا بس حلوه وخفيفه لا خالص. حلوة. لو الطعم غير الثانية خالص. انت بتحب ابو عوف ولا التانية مبدئيا؟ عوف طبعا. ابو عوف لا؟ طبعا باينة من. جامد. جوز هند. جوز هند و ايه ده؟ ايه كرانبيري ده؟ دي فيها 230 سعرة، دي أقل سعرات فيهم لحد دلوقتي. نسبة الفات بتاعتها 5، التانيين كانوا 7، البروتين 20، والكارب 26. نفتح ونشوف. افتح يا سيدي. تاكل نكهة الستينك. صح؟ بيحبوها. صح. أول مرة أجربها بصراحة، ده الستينك. ومش اللي أشتريها تاني يعني، في أطعم كتير وأحسن منها بكتير. أفشل فود ريفيورز. والله. فاضل لنا 4 أطعم. البروتين بار، ايه البروتين طعم فاضل لنا طعم بالبسكوت والقرفة، وموز وكاجو، وقهوة وشوكولاتة، وآخر واحدة بندق. مش عارف ليه الباكجينج بتاع دي مختلف عن الباقي مع إنها نفس السعر. بس خلينا شوكولاتة، قهوة بشوكولاتة. هنا فعلا هتلاقي الشوكولاته بتاعتها فاتحه شويه عن الشوكولاته بتاعت ادفانسد. وانا بشكل عام لما باجي اشتري بشتري دايما الادفانسد، يعني مش بجرب ابو عوف كتير بصراحه. القهوه كتير. عاليه جامده. لا كيف كيف صح؟ والله جامده. البيبسي يا اخي اي حاجة، خليني في البايظ.
كده الكشري الصفا وكشري على بابا، من تعمل اصلا الكشري؟ يا سلام، غريب في الاكل. نقيم مين ولا مين؟ عندنا طعم بالبسكوت والقرفه، بسكوت وكراميل وقرفه. 24 جرام بروتين، 280 كالوري، اوف اعلى واحده. 8 فات، 27 كارب، 24 بروتين. دي تقريبا اعلى واحده في البروتين في ابو عوف، واعلى واحده في السعرات. بسم الله. خفيفه جدا. طعمها حلو. دي كراميل، انت ما بتحبش الكراميل؟ لا حلوه صح. طيب، طعم الموز والكاجو. بسم الله. اولا ريحه الموز ايوه عاليه خالص. عاليه. بس كده. اوكي. الطعم. قطع كايو من جوا. فيها كاجو من جوه. لا بعوف عليهم بصراحه. احلى واحده اكلتها والله. والله. دي 250 كالوري، فيها 22 جرام بروتين، وفيها 7 جرام فات برضه، و26 جرام فات. بص، هو انت لو تلاحظ هتلاقي كل السعرات متقاربه، مفيش غير اللي هو اللي في الكريز ده مش فاكر كان طعمه ايه، كان 230 سعره، كانت اعلى واحده تقريبا 280 سعره. فقشطه. اخر طعم معانا هو احلى واحد في التغليف بتاعه، بروتين بار بالبندق، في 22 جرام بروتين، السعرات بتاعته 264 سعره، الفات 8 جرام فات، والكارب 26. ما شاء الله عليهم الاثنين. ريحه البندق عاليه. فيها حتت من جوه. طب صح، اللي بيعمل رجيم ياكلها عادي ولا؟ حلو. هجيبك عشان بقى. تمام. انا شبعت والله بجد، حاسس ان انا اكلت وجبه. وجبه؟ يعني حاسس هي فعلا ثقيله. يعني تقيلة. شبعت بجد، لان جربنا 11 نوع تقريبا، فلا تقيله. اوه نسيت. ها؟ ايه كان السؤال؟ لو بتعمل دايت تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ صح؟ بتعمل دايت يعني. حلو خالص. طيب بشكل عام زي ما قلت لك، هي ما فيهاش فرق عن البسكوت العادي كسعرات حراريه، كاجمالي سعرات حراريه. فلو انت هدفك ان انت تخس بشكل عام، سواء هتاكل البسكوت عادي او هتاكل دي، تقريبا نفس السعرات. طيب لو انت واحد يهمك نسبه البروتين، فدي هتكون ليك خيار كويس لو انت بره ومش لاقي حاجه تاكلها. وبشكل عام انت حاجه زي دي هتنفعك في وقت الزنقه، لو قاعد في جامعه او مسافر او اي حاجه من الحاجات دي، وحابب تاخد لك سناك فيه نسبه بروتين عاليه عشان تقفل احتياجك من البروتين، فده هيساعدك. وبس، دي كانت نهايه الحلقه، اول حلقه في السلسله، ولسه في حلقات جايه كتير. اشترك في القناه واعمل لايك. صاحبي حبيبي اشكرك. وبس، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، وتستنى الفيديوهات الجايه. سلام. لا بس انت كنت عاقل خالص، مش عارف مالك. انا مش عارف، انا مش دعف لو اكل بقى وغميز طعم الاخيره دي تحت الاسمده يا اخي. دي البلاطه. ليه الشوكولاته دي؟ ليه حرام؟ من بار رحمة راس. اقسم بالله كنا غصنا. انت شايف الحلقه اليوم فري؟ ما ده يوم فري بالنسبه لي. ده يوم فري؟ مثلا مع نفسك حلقات ثانيه. مع نفسك.